السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم يا رب تكونوا بخير. جاي أقول كلمتين أو تعليق على بيان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد خسارة الزمالك أمام مصر امبارح. طلع علينا ببيان كوميدي كالعادة، بيلبس الهزيمة لأي شخص. مرتضى منصور بيلبس الليلة لأي حد، أي حد لازم يشيل الليلة، مدير فني، لعيبة، أيا كان، ولكن الإدارة ومدير الكرة والمدير الرياضي المسؤول عن اللي جاب الصفقات ما يشيلش أي حاجة. طلع وقال لك ان تم منع الجهاز الفني من دخول نادي الزمالك بسبب ان هم تامروا على نادي الزمالك، خصم 25% من مستحقات اللاعبين للموسم الحالي و30% من اجمالي العقود، وكمان رحيل الجهاز الاداري بسبب تسريب عقود لاعبي الزمالك. خدها واحده واحده. اول حاجه، منع الجهاز الفني من دخول نادي الزمالك بسبب ان هو تامر. مرتضى منصور شايف ان احمد عبد المقصود والجهاز الفني تامروا على نادي الزمالك. انا بقول لك مستحيل اي حد يتامر على نادي الزمالك. انت لو جبت اي حد ينتمي لنادي الزمالك بيدير مباراه وعارف ان المدير الفني جاي، فمش هيتامر، هو عاوز يكسب. باينه من الماتش المريخ، يعني احمد عبد المقصود باين من الماتش المريخ ان هو ما بيعرفش يدير مباريات. هو ده المساعد اللي كان في جهاز فيريرا، وكنا بنشتكي ونقول وفيريرا ما بياخدش براي المساعدين. اداء مساعد من المساعدين اللي كانوا مع فيريرا، متقدم 2-0 في مباراه المريخ. المريخ قدر يرجع وكان ممكن يفوز، ولكن الزمالك قدر يرجع وكسب. ماتش المصري الزمالك متقدم 2-0، نتيجه ولا افضل من كده، ولكن احمد عبد المقصود ما بيعرفش يدير مباريات. فعشان كده مش ذنب احمد عبد المقصود ان رئيس النادي سلمه مهمه كبيره عليه. يعني أنا ما ينفعش اروح اجيب لاعب من الدرجه الثانيه والبسه تيشيرت الزمالك واقول له يا ابني انت لازم تفضل تاخد هداف الدوري وتاخد افضل لاعب في الدوري. ما ينفعش، مستحيل، ده مش منطق اصلا ولا مقياس. عشان كده مرتضى منصور امبارح طلع وشايل الليله كالعاده لاي حد الا مدير الكره، والا مرتضى منصور او اداره الزمالك. اي حد بينتقد الاداره بيتمنع. توضيح لبعض الناس اللي بتزايد على جمهور الزمالك اللي ما حضرش امبارح في المباريات، بقول لك امبارح بعض الصفحات قالت ان جمهور الزمالك ما عادش بيحضر مباريات الزمالك. جمهور الزمالك ورا الزمالك من ايام ممدوح عباس، من ايام العشريه السوداء، ما تخلاش عن الزمالك، ومش هتخلى عن الزمالك لاي وقت ايا كان. برضه جمهور الزمالك باقي ونادي الزمالك باقي. كل اللي حصل ان مرتضى منصور تدخل وحجز ومنع جمهور الزمالك من الحجز من على شركه تذكرتي، وتواصل مع المسؤولين في تذكرتي وعمل بلوكات لكل جماهير نادي الزمالك. عشان كده ما حدش عارف يحجز لمباراه المصري. ده توضيح بسيط عشان طبعا اللي عملوه في مباراه المريخ. اي حد هينتقد مرتضى منصور هيتمنع من دخول النادي، هيتعمل معاه مشكله. يعني كابتن هيثم فاروق طلع قال الاداره تتحمل جزء من اللي بيحصل الموسم الحالي، طلع وتهاجم. اي حد هينتقد مرتضى منصور او اداره الزمالك هيتمنع من دخول المباريات، هينتقد نقد شديد. كمان قناه الزمالك اي حد بيعرض لمرتضى منصور فهتلاقيه متواجد في قناه الزمالك. كل الناس المتواجده في قناه الزمالك حاليا ما هم الا معارضين، بيتكلموا عن حاجه واحده بس: عظمه مرتضى منصور. عظمه مرتضى منصور، وكان نادي الزمالك دوت نادي صغير. نادي الزمالك نادي كبير، موجود قبل مرتضى منصور وقبل ولاد مرتضى منصور. عيب اللي بيحصل. انت عاوز تجيب ناس تكبر فيك وتعمل لك الليله من فلوسك، مش من فلوس نادي الزمالك. عيب وعار على نادي الزمالك، او عار على المسؤولين، او عار على ايا كان اللي سايب مرتضى منصور بيجيب فلوس بتاعت نادي الزمالك، موارد لنادي الزمالك، واللاعيبه ما خدتش فلوسها. تمام. واروح اجيب شويه مذيعين عشان يبتدوا يعرضوا ويهللوا ويطبلوا لاي حاجه، وعاملين فرح بمناسبه رجوعه. يعني مرتضى منصور عامل فرح بمناسبه رجوعه او خروجه من السجن، ماشي، ونسي ان لعيبه الزمالك ما خدتش فلوسها لمده اكتر من 6 شهور، مكافاه الدوري والكاس الموسم اللي فات اللي هو قال ان لعيبه الزمالك خدتها. حتى الان لسه محدش خدها. عشان كده نادي الزمالك هيفضل متدمر، لان رئيس النادي مش هيعترف بالفشل. رئيس النادي مش هيعترف بالفشل، يطلع يشيل اي حد الليله، المدير الفني، اللعيبه. مش ذنب اللعيبه ان انا مثلا اروح اجيب لاعب ما يستحقش ان هو يلبس تيشيرت الزمالك وارجع عمر جابر اللي هو ماشي من الزمالك. تمام. مش ذنبه ان انا رحت جبته. انا كاداره عارفه مصلحه فريقي، مش اللعيبه هي اللي عارفه مصلحتي. يعني مثلا مصطفى شلبي ما صحيش من النوم وخد شنطته وجه على نادي الزمالك، ماشي. عمرو السيسي ما صحيش من النوم وخد شنطته وجه على نادي الزمالك. انت اللي رحت تعاقدت معاه، انت اللي رحلت، يعني وافقت على رحيل طارق حامد، ودلوقتي عامل مشكله مع فتوح هتكلم عليها بعد شويه. تمام. انت كاداره اللي ما عرفتش تغير الامور صح، انت كمدير كوره فاشل. اول حاجه، قبل ما كنت تجمد مستحقات اللعيبه وتمنع الجهاز الفني ان هو بتقول ان هو تآمر ان هو يدخل النادي، كان اول حاجه تجمد ابنك امير مرتضى منصور. ولكن قناه الزمالك 3 اشخاص بيمجدوا فيه: مرتضى منصور، احمد مرتضى منصور، امير مرتضى منصور، امير الدهاء اللي بيعمل كل حاجه في الكوكب اللي هو ما فيش منه اتنين، ماشي. دي قناه الزمالك للاسف اللي بتصرف 50 مليون في السنه من خزينه نادي الزمالك، ولاعيبه نادي الزمالك ما خدتش فلوسها. في لعيبه في نادي الزمالك ما خدتش فلوسها. تمام.
فانت لما تخصم عليه مش مشكله. انت كجمهور لو شغال في شركه وبقالك 6 شهور ما بتاخدش راتب، تمام، وجاي المدير بتاعك قال لك انا هخصم عليك مثلا نص شهر، عادي ما تخصم، ما انت كده كده انا ما باخدش فلوس. فلعيبه الزمالك مش فارق معاها الخصومات ولا فارق معاها اي حاجه، لان هم كده كده مش بياخدوا فلوس، واجرت المحلات لمده 10 سنين والفلوس بتاعتهم مش عارفين راحت فين. ماشي، مهزله بكل المقاييس دايره في نادي الزمالك، للاسف يتم منع الجمهور. اي حد ينتقد الاداره، يا جمهور الزمالك اللي بيحب الزمالك واجهوا الناس دي، محدش قال لك يعني واجههم، عرفوا ان هو ماشي غلط. طول ما انت معاه هيفتكر ان هو ماشي صح. ماشي، لازم تعرف مع نادي الزمالك الوضع الحالي سيء جدا. يعني نروح للحاجه اللي بعد كده. يعني مثلا احمد عبد المقصود مش هو اللي مشى امام عاشور، ولا فيريرا هو اللي مشى امام عاشور. انت كاداره خاين لنادي الزمالك، الاداره الحاليه خاينه لنادي الزمالك ان هي تمشي افضل لاعب وسط في نص ملعب في مصر في نص الموسم، وانت داخل على دوري المجموعات وما عندكش بديل. يعني انت ما عندكش طارق حامد مثلا وعندك فرجاني اساسا عشان تمشي امام عاشور. ماشي، ده هو يعني هو اللي في نص الملعب، هو امام عاشور اللي في نص الملعب. ماشي، والدور جاي على فتوح. دلوقتي في مشكله مع فتوح، مرتضى منصور قال لفتوح اقعد مع امير مجدد، وفتوح طبعا لسه شايل من يوم ما ماتش الداخليه لما طلع هاجمه وقال ان هو بيشرب مخدرات، واللاعب عمل تحليل وما طلعش بيشرب مخدرات. فجمهور الزمالك بس بالعقل، مين السبب؟ في عمرك شفت رئيس نادي بيطلع اشاعات على اللعيبه بتاعته؟ عمرك شفت رئيس نادي في العالم طلع قال ان لعيبته بتشرب مخدرات؟ يعني عمرك شفت ده حصل واللعيبه طلعت ما بتشربش مخدرات؟ ماشي، فدلوقتي تم تجميد فتوح لنهايه الموسم، وهيعملوا مع فتوح زي اللي عملوا مع امام عاشور. اي لاعب كبير في نادي الزمالك له شخصيه الجمهور بيحبه، مش عارفين يجددوا معاه او مش عارفين يسيطروا عليه، هيتم رحيله. زي ما شفنا امام عاشور، طارق حامد، ابو جبل، ونجم بن شرقي، كل اللعيبه اللي هم مش عارفين يسيطروا عليها، واللعيبه الكبيره اللي كانت شايله الزمالك والتيم. كان عندنا فريق ماشي، دلوقتي تم تفريغه، وهجيب 10 15 صفقه الموسم اللي جاي زي صفقات الموسم الحالي، وهيبقى الوضع كما هو عليه، وجمهور الاهلي مبسوط، ومحدش من الدوله هيتدخل ولا هيعبرك، لان طول هو الوضع الحالي، الوضع دوت في صالح الدوله وفي صالح الشعب وفي صالح الراي العام. جمهور الاهلي مبسوط وبيحفل عليك والدنيا لذيذه ورايقه. من الناحيه الثانيه جمهور الزمالك زعلان من اللي بيحصل في فريقه، بيتم تدمير الفريق حرفيا بعنايه، بيتم تدمير فريق الزمالك بعنايه. فالناس تقول لك اصل جمهور الزمالك ما راحش. يا ابني جمهور الزمالك محجوز، اتحجز خلاص، عمل بلوكات على حساباته في شركه تذكرتي، والجمهور مش عارف يحجز. ماشي، في رئيس نادي في الدنيا بيمنع الجمهور بتاعه انه يحضر المباراه عشان هو بينتقده؟ طب ما الخطيب لما طلعوا هاجموه عشان ما جابش مهاجم، عادي، ما شفناش الخطيب طلع شتم جمهوره مثلا ولا منعهم من دخول المباريات. الوضع عادي، الادارات تنتقد، انتوا مش آلهة. عشان كده لجمهور الزمالك اللي لسه حتى الان مصدق ان مرتضى منصور هيرجع الزمالك للطريق الصحيح والبطولات، انسى. مرتضى منصور خلاص، خلصت حكايته، خلصت مع نادي الزمالك، مفيش بطولات ولا في حاجه جايه تاني. زي فريدا كده لما خد الدوري والكاس وجمهور الزمالك فضل متمسك، خلاص ضيعنا السوبر هناخد الدوري والكاس، ضيعنا الكاس هناخد الدوري، هيفضل مع مرتضى منصور لحد بس الزمالك اتدمر حرفيا. احنا حاليا في المركز الخامس والفريق متدمر، والمدير الفني الحالي جاي عن طريق شركه امير مرتضى منصور ويحيى علي اللي بيديروا نادي الزمالك. انت متخيل يا راجل يا مسلم ان يحيى علي وكيل اهلاوي بيدير نادي الزمالك، وامير مرتضى منصور مسلم النادي لاحمد يحيى، واي لاعب في الزمالك عاوز او اي ناشئ عاوز يجدد مع الزمالك لازم يوقع مع يحيى علي، لان هو اللي بيدير الزمالك. اللي بيدير نادي الزمالك حاليا سماسرة، يحيى علي واحمد يحيى اهلاويه ومعاهم محمد زيدان، وعاملين شركه في البرتغال وبيديروا الزمالك وبيجيبوا صفقات فاشله. يعني محدش طلع حاسب على صفقه سامسون ولا صفقه نضايلي جايين تقريبا ب 2 مليون دولار، يعني اثنين صفقات فاشله جايين ب 2 مليون دولار، وانت استكترت على طارق حامد 25 مليون ووافقت على رحيل اهم لاعب عندك، وقلت اصل دونجا قد طارق حامد 100 مره، ودلوقتي احمد فتوح هيرحل في نهايه الموسم، واقول لك حاتم مسكر قده 100 مره، وكلنا نعرف اللي هيحصل بعد كده. واللي هيحصل ان جمهور الزمالك هيزعل موسم ورا موسم، وبعد كده هنتعود ومش هيفرق معانا الزمالك للاسف. الناحيه الثانيه كل حاجه متوفره، ما عندهم استقرار، فما عندهمش طبعا اللي احنا متحملينه. احنا لو عندنا نص الاستقرار اللي عند الاهلي، الزمالك ياخد بطوله الدوري وافريقيا مستريح. ولكن طبعا للاسف احنا عندنا افشل اداره، يعني افشل اداره في مصر. ماشي، وطول وهو مرتضى منصور وولاده مش معترفين بالغلط، فالزمالك هيفضل على الوضع الحالي. عشان كده جمهور الزمالك اتحدوا، اللي بيحب الزمالك بيحب الزمالك، واجهوا الناس دي، واجهوا الناس دي، ما عدتوش تطبلوا لحد. ماشي، الزمالك باقي وكل الناس دي هتمشي، احنا مش ضد حد ولا عاوزين حد يجي مكان حد. ماشي، لو عملوا حاجه صح هنطلع ونقول عملوا حاجه صح، انما هم كل حاجه بيعملوها غلط لصالح مين؟ كل حاجه بيعملوها غلط لصالح مين؟ بيتم تفريغ الفريق من نجومه. يعني بعد ما مشي فتوح، طب انا عندي مين؟ هروح اجيب لاعب انبي الباك الشمال مروان داوود، هجيب باك شمال وبعد كده اجي اشتم فيه واقطع فيه؟ هو لاعب قده كده، خبرته كده، مستواه كده.
ماشي. عند احمد فتوح اروح امشي نهايه الموسم واروح اجيب صفقتين باك شمال فاشلين زي بعد رحيل محمد عبد الشافي. ماشي. احنا مش نادي استثماري، هو مش قادر يدير ومش قادر يوفر فلوس كفايه سمسره وسرقه في نادي الزمالك ويرحل. لو هو عندهم دم يقدموا استقالتهم ويرحلوا. عار والله العظيم اللي بيحصل في نادي الزمالك للاسف. ماشي. عار على الناس دي. الناس دي بتدمر في نادي الزمالك ومنهم كباتن قاعده في الاستوديو التحليلي مش قادره تتكلم ولا قادره تقول وعارفه الغلط فين. محدش قادر يتكلم، اي حد بيتكلم بيتمنع. وقناه الزمالك فيها وجوه جديده معرضين جداد، اي حد بيطلع يعرض ويطبل لمرتضى منصور بتلاقيه في قناه الزمالك تاني يوم. تمام. اي حد بيقول كلمه حق بينتقدوه ويقول لك اصل انت مش عارف ايه، اصل انتوا ايه. والله العظيم اللي بيحصل ده يعني عار على الناس اللي سايبه. الراجل ده قاعد بيخرب في النادي يمنع الجمهور وقبل كده كان بيشتم جمهور الزمالك. ماشي. في عمري ما شفت رئيس نادي بيشتم جمهور النادي بتاعه، عمري ما شفت. هو الجمهور هو السند ليك. ماشي. ودلوقتي بتبيع اللعيبه. طب ما امام عاشور عنده احمد فتوح عنده حق. ما الراجل انت طلعت قلت عليه هو بيشرب مخدرات ودمرت الموسم. من هنا انهار الزمالك. ارجع كده لورا واعرف الزمالك انهار منين. من عند تدخل مرتضى منصور. اصل فريرة بيشيلوا صورته في المدرجات، اصل احمد فتوح وعبد الله جمعه بيشربوا مخدرات، وبعدها كلنا عارفين اللي حصل بعد كده. فما تنساش ده كله، اوعى تنسى ده كله. وطالعين يعملوا فرح ونسيوا الزمالك خسران وطلع بفضيحه من افريقيا. عاملين فرح في نادي الزمالك بمراجعه المستشار الاسد. ماشي. للاسف ده مش نادي الزمالك، ولا عمرنا هننجح ولا عمرنا هنرجع للطريق الصحيح بالطريقه دي. عمرنا ما هنرجع تاني بالطريقه دي. لازم الزمالك يعني لازم يحصل. اول حاجه لازم مدير الكره الفاشل ده يمشي. مدير الكره الفاشل ده لازم يمشي. والله العظيم العقليه اللي بتدير نادي الزمالك يعني نادي الزمالك نادي كبير ما يستحقش ان عقليه واحد زي ده ان هو يدير الزمالك للاسف. ماشي. ما عندوش اي خبرات. ماشي. ما عندوش اي خبرات. العقود اللعيبه بتتسرب، كل حاجه بتتسرب. ماشي. مش قادر يسيطر على الفريق ولا حد عامل له اي اعتبار، واي لاعب مش عارف يجدد معاه. ماشي. عشان هو مش شخصيه قويه يقوم ممشيه ويجيب لك اتنين تلات لعيبه ويفشلوا، وبعد كده نبص نلاقي عندنا عدنا فريق في منتصف الجدول زي المقاولين، زي الاتحاد السكندري. ده حتى الاتحاد السكندري في المركز الرابع، زي المصري اللي بيغلبني امبارح. طيب احمد عبد المقصود ماشي هو السبب ان انت ما جبتش مدير فني من يوم ماتش شباب بلوزداد زي ما قلت امبارح. ليه انت قعدت الفتره دي كلها ما جبتش مدير فني؟ ما انت عارف ان فيريرا كده كده ماشي، ما تجهز المدير الفني اللي جاي. ماشي. ولكن طبعا كنا مستنيين الاسد لما يطلع من السجن ونحتفل بيه وبعد كده نفكر نجيب مدير فني يكون خساره ورا خساره ورا خساره. بينما الماتش المريض احمد عبد المقصود مش متآمر، هو مستواه كده، هو ما بيعرفش يدير مباريات. ماشي. الراجل باين من ماتش المريخ هو مش عارف يدير المباراه. ماشي. ولكن للاسف بيتم التضحيه بكل الناس وكل الناس بتشيل الليله، لعيبه فني مدير فني ايا كان. ولكن ما حدش طلع قال مين اللي جاب صفقه سامسون وفشلت، مين اللي جاب صفقه نضاي، مين المسؤول الفاشل اللي جاب الصفقات دي. ما حدش طلع. اول حاجه عشان ترجع للطريق الصحيح لازم تجمد ابنك امير مرتضى منصور الفاشل. كنت اول حاجه المفروض تكتبها اصل هجمد 4 لعيبه، ما تجمد 10 لعيبه عادي. ماشي. انا كلاعب مستوايا 50%، رحت جبت لاعب بالدرجه الثانيه وجبت لبسته الشيرت الزمالك وقلت له يا ابني انت لازم تنافس مثلا لعيبه في الاهلي، هو مستواه مش قادر ينافس. جمده، هو مش مشكلته، انت اللي جايبه. تمام. فانت هتتحمل مش اللاعب هو اللي يتحمل. ماشي. للاسف هو ده حال نادي الزمالك. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفكم على خير.